قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل. ما معنى الفتنة؟ قيل هنا كما قال الله عز وجل في آية أخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي استمروا في قتال الكفار حتى لا يبقى شرك ولا كفر. والفتنة أكبر من القتل، هنا المقصود بالفتنة الشرك، وليس المقصود الفتنة هنا بمعنى الاختبار أو الفتنة بمعنى الإثارة بين طائفتين وفريقين أو بين جماعة. فهنا الشرك الفتنة بمعنى الكفر والشرك، فهما أكبر ذنب من ماذا؟ من القتال في الشهر الحرام. لأن المشركين اعترضوا قالوا كيف تقاتلون في الأشهر الحرم وأنتم تقولون أنكم مسلمون؟ فقال الله عز وجل والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك اللي أنتم تزعمونه هو الكفر كذا أكبر حتى من قتال هذه الأشهر الحرم. فالفتنة في هذا الآية معنى ماذا كما ذكرنا؟ الشرك والكفر. طبعا والفتنة في القرآن معاني أخرى، منها الاختبار والابتلاء، ومنها اشتباه الحق بالباطل وغيرها، ويعرف معناها طبعا كما ذكرنا من خلال السياق والقرائن للآيات.